3 حاجات هيخلوك تقفل انجليزي في ثانوية عامة. اول حاجة وهي حفظ كلمات المنهج بتاعك كويس جدا. طب افرض انا عندي مشكلة في الحفظ ومش بعرف احفظ بعض الكلمات، هتدور على مدرس بيشرح لك الكلمات دي مش بيقراها لك وبس، وتحاول ان انت تاخد الكلمات وتبدأ تحطها في جمل وعبارات وتتحاور بيها مع نفسك او مع اي حد من عيلتك في البيت. كمان لازم تسمع النطق الصحيح للكلمات، لان ده ممكن يسبب لك مشكلة في ان انت اصلا بتحفظ الكلمات غلط لو ما سمعتش النطق الصحيح بتاعها. فلازم تسمع النطق الصحيح للكلمات قبل ما تحفظها. كمان لما تيجي تحفظ كلمات احفظها بالورقة والقلم مش بمجرد النظر ليها وبس. وحاول كمان ان اي كلمة بتنساها بعد ما بتحفظها ان انت تكتبها في ستيكي نوت، وتبدأ ان انت تعلق الستيكي نوت دي في الحيطة قدامك على المكتب بتاعك، بحيث ان انت وماشي كده، انت وقاعد بتذاكر في ايا كان الحاجة اللي انت بتعملها، فانت تشوف الكلمات دي قدامك فتبدأ تفتكرها. تاني حاجة وهي فهمك للقواعد بتاعة المنهج بتاعك كويس جدا. لازم تفهم القواعد كويس جدا جدا، لان امتحان ثانوية عامة مش بيعتمد على الحفظ زي ما بيعتمد على فهمك للقواعد وان انت تشرحها لنفسك زي المستر بتاعك بالظبط. خلي بالك ان تقنية الشرح دي من افضل التقنيات اللي بتخليك تتقن القواعد وتقدر ان انت تكون فاهمها كويس جدا. تالت حاجة وهي الحل الكتير. حل كتير على قد ما تقدر في مادة الانجليش، لان مادة الانجليش مش بتاخد مننا وقت في الحل الكتير، وكل ما تحل اكتر كل ما نسبة الغلط بتاعك هيقل. يعني كل ما تحل اسئلة اكتر كل ما نسبة الغلط في الاخطاء بتاعت الاسئلة هتلاقيها قليلة، وبالتالي فانت عبال ما توصل لامتحانات هتكون حل كتير جدا، وفي نفس الوقت خلاص يعني انت كل الافكار عدت عليك، وكل الاغلاط اللي انت غلطتها خلاص عرفت الغلط منيها ايه وصححتها وبدأت تعرف اخطائك. فبالتالي لما تحل كتير نسبة الغلط هتقل، فبالتالي انت هيبقى عندك خبرة اكتر في الاسئلة والحل، وكمان هيديك ثقة في نفسك كبيرة. ان انت تحل كتير، انت كده انت ورايح في اي مكان، قاعد في اي حتة، رايح درس، في عربية، في مواصلات، ايا كان، يعني المادة مش هتاخد منيك وقت انت وبتحل. حاول تحل على قد ما تقدر كتير كتير كتير، ولما تروح البيت بقى ترجع من المكان اللي انت كنت فيه حاول تفتح الكتاب في اي حتة وفي اي مكان وتبدأ ان انت تحل، وبعد كده لما ترجع تبدأ ان انت تتأكد من الحل بتاعك ده.